واش الخوت هانين؟ ياسين 20 عام، خدام في محل ديال التليفونات. حياته عادي، ولكن في الليل كيتحول لفان شرس ديال الطوندونز. كان كيشوف فيديوهات ديال الكريتيك كينتقدوا اصحاب المحتوى التافه، وكيسول راسو علاش هاد الناس واش كيخلصوهم باش يسبوا عبد الله، وعلاش هاد الناس كيحماقوا عليهم. ياسين قرر يجرب، حط فيديو بتليفون كينتقد فيه واحد خونا مشهور. كان الانتقاد ديالو عادي، ولكن الفيديو ديال ياسين دار البوز وطلع طلعه صاروخيه، طلع في الريتش. ياسين اكتشف الخلطه السحريه خارجه من بريق علي بابا. فاش كيكون كيدوي عادي حتى شي واحد ما كيتسوق ليه، ولكن انفو يبدا ياتاكي الناس لي لايك ولا كومونتير كتطلع طلعه وحده. ياسين ولا ديما مقابل السوشيال ميديا، كيبان ليه شي واحد كيحاول يطيح به باش يبان في شكل، والناس كتجي عنده للتعليقات يصفقوا ليه وكيبداو عليه. اخيرا شي واحد قال الحقيقه. ياسين ولا كيعطي التحاليل اللي محتاجين الناس. ياسين ولا كيستمتع بالقدره ديالو على توجيه القطيع، ولا عارف ان البيبليك كيبغي يشوف التوكسيك. السبان نهار كيغلط شي واحد كيخرج ياسين فيديو جديد كيجلد فيه، كيحاول يطيح بداك المؤثر اللي ديجا مشهور عليه قبل وعنده بيبليك سنين هادي. ياسين بدا كيشدو داك الغرور ديال اللي غلط يخلص، كيسحاب ليه هو اللي خرج السوشيال ميديا. خونا طاح في بلان اللي هو دار فيديو كينتقد فيه بنت الشعب بسيطة طالبة معاشو، ولكن بسبب الكريتيك ديالو البنت تعرضت لهجوم مقود لدرجة انها دخلت السبيطار. الناس او البيبليك اللي كانوا كيدعموا ياسين داروا عليه انقلاب تازمان مارت. ياسين اللي كان بطل في التوكسيك ولاو الناس كيتوكسيكاو عليه. الخوارزميات ديال الفيديوهات ديالو اللي كانوا يطلعوا للناس باش يتضامنوا مع ياسين ولاو العكس، ولاو يطلعوا غير باش يسبوه ويطيحوا به. انقلب السحر على الساحر يا حبك. ياسين لقى راسو في موقف يبكي الصخر. داكشي اللي كان كيخاف منه طاح فيه. كان كيجلد الناس في الفيديو ديالو، دابا الناس ولات كتجلد فيه. كل مرة كيلوح فيديو باش يدافع على راسو كيلقى 90,000 ضده في لي كومونتير وديزلايك. السب والشتم بأنواعه. ياسين وعى، عرف الحقيقة وبدا كيقول للجمهور ليس وافيا كالكلاب. الجمهور وافي للقصة فقط. الجمهور ديما كيقلب على شي قصة من بعد يرجعوها طوندور. جلس ياسين قدام التيلي، تفضوا ومسح التطبيقات كاملين من التليفون ديالو. خرج للزنقة لقى الناس كيهضروا فيه، ولكن هاد المرة هادي كانوا كيهضروا عليه كشخص ماشي راجل. ياسين فهم أخيرا أن السوشيال ميديا ليست مكانا للعدالة، بل هي حلبة إذا دخلتي ليها في المصير الوحيد ديالك هو إما تكون جلاد أو ضحية. والجمهور ديما كيتفرج فيك،
كيف ما كانت النتيجة. هذا ما كان خوتي.